بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟ عبد الرحمن الشيخ. من هو؟ أبو حذيفة عبد الرحمن. حياكم الله. الله يحييك شيخنا، مرحبا. جزاكم الله عنا خير الجزاء. أبناؤكم هنا كلهم يعني في شوق لسماع توجيهاتكم السديدة بإذن الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكون هذا اللقاء لقاء مباركا طيبا نافعا، وأن يوفقنا جميعا سبحانه وتعالى لما يحب ويرضى. وأوصي نفسي وإياكم بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتفقه فيهما والحفظ لنصوصهما وتطبيقهما تطبيقا صحيحا، ولا يكون المرء سلفيا حقا أو الجماعة إلا إذا تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. التطبيق الصحيح السلفية والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات وفي كل شؤون الحياة. تطبيق السلفي لا يكون، تطبيق المنهج السلفي لا يكون إلا على هذا الوجه: فهم لكتاب الله والتزام بنصوصه في كل المجالات التي ذكرناها. والثاني، ينبغي احترام العلماء، علماء أهل السنة المتمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله منهج السلف الصالح، والاستفادة من توجيهاتهم ومن مؤلفاتهم ومقالاتهم، فإن في ذلك خير كثير يساعد على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع إلى الاعتصام بهما. والأمر الثالث، التآخي لا بد منه، التآخي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح، واحترام كل واحد لإخوانه، والحرص كل الحرص على جمع الكلمة والبعد عن الاختلافات وأسبابها، والحذر أشد الحذر من الأسباب التي تؤدي إلى الخلافات. فإن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفاية في جمع الكلمة والبعد عن الاختلافات. إياكم والأقوال التي تؤدي إلى الفرقة، فإنها شر كبير، لأنها تنافي دعوة الله ودعوة رسوله وسير السلف الصالح على التآلف والتحاب والتواد والتعاطف. ابتعدوا عن هذه الأسباب. وقد يكون حب الدنيا والتهالك عليها مما يؤدي إلى الاختلافات. والرسول يقول: لو كانت الدنيا سجن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. وحب الدنيا قد يؤدي إلى هذا، حب الجاه، حب الزعامة، هذه الأمراض فتاكة تؤدي إلى التفرق، فاجتنبوها وكونوا على قلب رجل واحد وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له السائر الجسد بالسهر والحمى. عليكم بالأخلاق العالية، بالصدق والأمانة والبر واحترام الآخرين. عليكم بهذه الأشياء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تعالى أن يجعل
نسأل الله تعالى أن يجعل ما قدم شيخنا في موازين حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جزاكم الله خيرا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.